أهلا بكم. اليوم هو يوم الصحافة الكردية، أي يوم إصدار أول صحيفة كردية، حيث تحتفل الأوساط الصحفية والنخب الإعلامية بهذا اليوم. ولكن متى أصدرت أول صحيفة كردية؟ ولماذا خارج كردستان؟ وعلى يد من؟ وكيف كانت الظروف في وقت إصدارها؟ ولدت الصحافة الكردية في ظروف غير اعتيادية وصعبة ومعقدة خارج الرحم الكردي، وأبصرت صحيفة كردستان النور كأول صحيفة كردية في 22 من نيسان أبريل في عام 1898 في القاهرة. وتولى إصدارها أسرة كردية مناضلة، وهي أسرة بدر خان، وأول محرري ومصدري هذه الصحيفة هو مقداد مدحت بدر خان، نجل الأمير الكردي الثائر بدر خان. أراد الأمير مقداد مدحت بدر خان أن يعرف الكرد بالعالم بأن نضالهم كان ثقافياً سلمياً بعيداً عن الحروب والقتال وحمل السلاح. ولكن لماذا أصدرت صحيفة كردستان خارج كردستان؟ لم تسمح السلطات العثمانية بإصدار مثل هذه الصحيفة في اسطنبول مركز الخلافة العثمانية، مما دفع مقداد مدحت بدر خان وشقيقه عبد الرحمن بدر خان بإصدار أول صحيفة كردية في القاهرة، التي كانت حينذاك تتمتع بأجواء الحرية أكثر من غيرها من المناطق الخاضعة للسلطات العثمانية. وبلغ مجموع أعداد صحيفة كردستان 31 عدداً، ومن العدد الواحد إلى الخامس كانت تصدر في القاهرة وترأس تحريرها مقداد مدحت بدر خان، ومن العدد السادس إلى 19 كانت في جنيف، ومن ثم عادت إلى القاهرة لتصدر فيها الأعداد من 20 إلى 23، وصدر العدد 24 في لندن، ومن العدد 25 إلى 29 في فولكستون شمالي إنجلترا. من ثم تولى إصدارها الشقيق مقداد مدحت بدر خان وهو عبد الرحمن بدر خان، ومن العدد 30 إلى 31 في جنيف ترأس تحريرها عبد الرحمن بدر خان. والعدد الأخير من صحيفة كردستان صدر في 14 من نيسان عام 1912. بخلاصة، صحيفة كردستان كانت أول بوابة للكرد لنشر أفكارهم وفعالياتهم إلى العالم. رغم صدور هذه الجريدة في القاهرة لأول مرة وانتقالها إلى جنيف بعيداً عن كردستان، فإنها لم تلد معزولة وبعيدة عن الشعب وكفاحه، فاختيار مدن بعيدة جاء معبراً عن واقع كردستان. وجريدة كردستان كانت منذ يومها الأول مرتبطة بالوطن، حيث أصبحت منبراً حراً لكل الأصوات الوطنية وأصحاب الأقلام الشريفة تخدم القضية الكردية.